انتوا عارفين بشوية دقيق ومية تقدري تعملي القرص الطرية القطنية الهشة اللي تجنن دي، بدون لا لبن ولا سمنة ولا بيض ولا زبدة. طريقة اقتصادية وسهلة وبسيطة ومش هتاخد مننا وقت كبير. زي ما انتوا شايفين طعمها يجنن وتحفة، ومفيش احسن من كده وانضف من كده. كل اللي احنا هنحتاجه بولة وكوباية وربع مية دافية، ربع كوباية سكر، ونقلبهم كويس مع بعض. ولازم يا جماعة ناخد بالنا المية تكون دافية مش سخنة. خلاص دوبنا السكر، هنضيف ربع كوباية زيت، بعدها هنضيف معلقة وربع خميرة. في الصيف احنا هنضيف معلقة وربع، في الشتاء هنضيف معلقة كبيرة. دي معلومة لازم برضو تاخدوا بالكم منها. هنقلبهم كويس قوي مع بعض لغاية ما الخميرة تدوب مع السكر مع الزيت، ونتأكد كويس قوي ان مفيش اي تكتلات، مفيش اي حبيبات موجودة في البولة بتاعتنا. هنجيب 4 كوبايات دقيق والمنخل بتاعنا، ونبتدي ننخل الدقيق بتاعنا علشان يطلع منه كل الهواء اللي موجود في الدقيق. ودي خطوة مهمة قوي لنجاح القرص بتاعتنا. يعني لازم كل خطوة احنا بنعملها نتأكد احنا بنعمل ايه كويس قوي، والخطوات البسيطة دي هي اللي بتفرق في نجاح العجينة. هنجيب معلقة فانيليا، ومعلقة كبيرة معلقة صغيرة بيكنج باودر، ورشة ملح. ونبتدي نجيب الاسباتيلا ونقلب السوائل مع الدقيق بتاعنا، نقلبه كويس قوي. انا في البداية هنبتدي كده، اي حد مش انا بس يعني. نبتدي نقلب الدقيق بالسباتيلا، وبعدين بعد ما خلاص السوائل تدوب معانا في الدقيق انك كده نبتدي نعجن بايدينا. هنعجن كويس قوي، نلم كل الدقيق اللي بايدينا اللي موجود في البولة. انا هنا الدقيق بتاعي، انتوا عارفين ان الدقيق مش كل الدقيق بياخد كمية مية المظبوطة، يعني ممكن تقل او تزيد. انا حطيت هنا ربع كوباية دقيق. هنفضل بقى نلمها، وخلاص انا لميتها، محدش يضيف اكتر من كده. وهدعكها على الرخامة زي ما انتوا شايفين كده، قصدي نعجن يعني. وبعدين نلمها ونحس خلاص لميتها فيها مطة زي ما انتوا شايفين، ونبتدي نعملها كده، نلمها كورة ونحطها في البولة، بولة كده نظيفة، ومن غير ما ندهن البولة زيت ولا اي حاجة. احنا هنحط العجينة بتاعتنا في البولة ونغطيها بكيس تلاجة، وبعدين نغطيها باي فوطة عندنا لمدة نص ساعة. زي ما انتم شايفين اهي ارتفعت، اخمرت كويس قوي. بعدين هنلم العجينة بتاعتنا، نطلع منها كل الهواء اللي موجود فيها. مش هنعجنها، هنلمها عشان نطلع منها الهواء. هنحطها على الرخامة ونبتدي بقى إيه نلمها معانا، نعملها كده بشكل مطول، ونجيب السكينة بتاعتنا ونبتدي نقطع القطعة اللي احنا عايزينها. احنا هنا المفروض القطعة ما تبقاش اكتر من 10 جرام. انا طبعا ما عنديش ميزان، فانا يعني بقدرها نسبيا كده. ابتدي بقى ان انا هلمها كور كده، اخد كل قطعة والمها كرة، وابتدي اركنها على جنب على الرخامة اللي انا بشتغل عليها. ابتدي كده اكورها على الرخامة زي ما انتم شايفين، لغاية ما تبقى شكل دائري متناسق معايا. خلاص خلصتهم، بغطيها برضو بكيس التلاجة، واغطيها بالفوطة عندي لمدة ربع ساعة. وبعد الربع ساعة انا هبتدي اشوفها، لقيتها خلاص هي ارتفعت شوية، نبتدي بقى نشتغل بيها. وقبل بقى ما نشتغل في العجينة بتاعتنا، نحضر ربع كوباية مية على معلقة عسل اسود وندوبها، كوباية سمسم محمص، كوباية سكر، ونركنهم بقى على جنب. ونبتدي نشتغل في العجينة بتاعتنا دي. اول كرة انا بقى هشتغل عليها زي ما انتم شايفين كده. نبتدي نفردها، مش هنقعد نفرد فردة كبيرة، لا احنا نفردها زي ما انتم شايفين كده. هبتدي اعمل ابططها كده من على جنب، اخلي الحواف بتاعتها تكون يعني رقيقة شوية، ومن الوسط كده تكون اعلى بشكل. ونحط فيها معلقة سكر، ونبتدي نلم الاحرف،
نلمها من من الحرفين نلمهم على بعض. طبعا لو وقع مننا شوية سكر مفيش مشكلة يعني، هنشيلهم يعني. زي ما انتم شايفين برضو عادي جدا انه وقع، فانا هبتدي المها كده من تحت، اقفلها من تحت كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بعد ما لميتها كده من تحت اتأكد برضو، هبتدي بقى اجيب العسل بتاعي، المية بالعسل، واغمسها كده فيه زي ما بيقولوا، واروح انا حطها على طول في السمسم بتاعي. اخد كمية سمسم كده مناسبة زي ما انتم شايفين كده. انا هعمل واحدة تاني معاكم، طبعا اكيد مش هعمل كل الكمية دي قدامنا، الفيديو هيبقى طويل جدا، بس نجرب واحدة تاني مع بعض. زي ما انتم شايفين الاحرف هي بس اللي انا بشتغل عليها، وبسيب اللي في النص علشان تبقى عالية شوية، علشان السكر بتاعي يبقى في النص. تمام، احط السكر وابتدي ايه. طبعا اللي بيحب الحاجات اللي ما بيحبهاش مسكرة ممكن نستبدل السكر بموالح، يعني ممكن نستبدل السكر بجبن، مفيش اي مشكلة يعني. ممكن نحط سبانخ مع الجبن، خضار، لحمة، اي حاجة يعني. العجينة دي تعتبر متعددة الاستخدامات. برضو هنبتدي نلمها من تحت كويس قوي، وزي ما انتم شايفين لميناها اهي. ونبتدي برضو هنعمل نفس الخطوة اللي فاتت، هنحطها في العسل، وبعد ما نحطها في العسل هنحطها في السمسم بتاعنا كويس قوي، وناخد كده نحاول نلم كمية سمسم مناسبة زي ما انتم شايفين. وبعدين بنحطها في الصينية بتاعتنا، ونبتدي نضغط ضغطة بسيطة جدا يا جماعة، ضغطة بسيطة مش ضغطة كبيرة، علشان احنا مش عايزينها مبططة، احنا عايزينها كده ايه، كورة زي ما هي، تاخد الشكل بتاعها الطبيعي. الضغط بتاعي بيكون بسيط جدا علشان نضغط عليها السمسم، والسمسم يكون ثابت في القرصة بتاعتنا. خلاص انا كده ضغطتها ضغطة وخلاص، خلصت على كده. انا خلصت كل الكمية دي. كانت ايه الصينية اللي انا بحط فيها. لازم نسيب مسافات، ما نخليش القرص بتاعتنا لازقه ببعض، مسافات زي ما انتم شايفين كده. انا خلصت كل الكميه، هم عملوا لي 14 واحده، ال4 كوبايات وربع، وهغطيهم بقى تتخمر بالظبط ساعه كامله. ودي بعد ما اتخمرت ساعه زي ما انتم شايفين اهو، اخدت الشكل الطبيعي بتاعها. الكبيره والصغيره كلها شكلها حلو. هنبتدي نحطها في الفرن على درجة حرارة 180، علشان طبعا يكون الفرن يعني متسخن قبلها. زي ما انتم شايفين اهي طلعت من الفرن. ايه يعني، في واحدة هنا السكر بتاعها طلع، فمفيش مشكلة. انا المفروض هنا يكون في بخاخة، بس البخاخة بتاعتي باظت، فانا اخدت كده شوية مية، وبعد ما طلعت من الفرن زي ما انتم شايفين بالطريقة اللي انا بعمل دي بيها دي، بحط كده برش شوية مية، وبعدين بغطي القرص بتاعتي علشان تفضل طرية. هنا بقى خلاص انا غطيتها وربع ساعة، وزي ما انتم شايفين اهي القرص طرية وهشة وجميلة جدا. وبالهنا والشفا ليكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا له لايك وشير وسبسكرايب، وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وخير يا رب دايما.